السلام عليكم. شكون فيكم اللي بحالي ملي كيشوف شي لوغو ديال شي طوموبيل كيبقى يتساءل مع راسو كيفاش حتى قدرت توصل للناس وشكون المخترع الاساسي ديال هاد الشركه هادي وهاد الطوموبيل هادي. انا بعدا ديما فيا الفضول هذا، كنبغي نعرف القصه ديال هذاك اللوغو اللي على هذيك الطوموبيل هذاك، كيفاش حتى دار وشنو هي القصه ديالو بين هاد الشركات هادو كاملين وهاد اللوغويات كاملين. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على شركه هوندا اولا المؤسس الاصلي ديال شركه هوندا، من افقر واحد في العائله حتى ولا رجل من بين الاشخاص الاغنياء في العالم. سويتشيرو هوندا هذا هو مؤسس شركة هوندا، وهوندا اللي هي اللقب ديالو. تولد في 17 نوفمبر 1906، تولد في مقاطعة هوماماتسو في الجنوب اليابان، وهو من واحد العائلة اللي فقيرة بزاف لدرجة انه الفقر قدر يقتل 5 من خوته بالجوع والفقر. سويتشيرو هوندا الاب ديالو كان خدام في واحد الورشة اللي بسيطة في جنب الطريق كيصلحوا فيها الدراجات الهوائيه والدراجات الناريه. هنايا سويتشيرو هوندا كان كيجي كيعاون باه خطره ومنها نيت كيستافد من باه كيفاش يقدر يعيش من هنا لقدام، وديما كان كيحاول يتعلم هذيك المهنه ديال باه، لانه عارف راسو الا ما تعلم حتى شي مهنه ما غاديش يقدر ينقذ راسو من هذيك المجاعه. وسمح في قرايته في العمر ديال 15 سنه وبقى خدام مع باه. هذا الشيء كان في عام 1922 ميلاديه. فالتاثير ديال باه في هذه الصنعه هذه فقدر يقويه بزاف. وسويتشيرو هوندا كان عنده واحد الفضول كبير باش يعرف كيفاش كتصنع المحركات، وسافر لمدينه طوكيو باش هكا يقدر يزيد يتعلم. من بعد واحد السنوات والسنوات ديال الخدمه سويتشيرو هوندا قدر يعرف كيفاش كتخدم المحركات. قرر باش انه غادي يستقل من هذيك الشركه اللي كان فيها، وقرر باش انه يدير ورشه صغيره ديالو خاصه به. مشى تسلف من عند البنكه واحد القدر ديال الفلوس اللي يقدر يبدا به. من بعد ما فتح ورشه ديالو خاصه به اخترع مكباح اللي هو هذا الفران هذا اللي كيكون عند الروايد، اخترعه من المعدن. من قبل هذا المكباح هذا كانوا كيستعملوه ديال الخشب، وقدر على انه يحصل على براءة الاختراع. قام استمر هكاك حتى 1938، هنا فين اخترع حلقات الكباس اللي هما هادو، وقرر باش يعرضهم على الشركة اليابانية اللي هي شركة تويوتا. ولكن شركة تويوتا منين عرض عليهم هذا الاختراع ديالو هذا رفضوه، لانه ما كانش كيطابق مع داكشي اللي باغيين هما. فهنايا سويتشيرو هوندا ملي رفضوا له شركه تويوتا هذا الاختراع هذا، مشى وزاد حسن من هذاك الاختراع اللي كان اخترع عليهم، وجا عاوتاني وعرضوا على شركه تويوتا. وهنا شركه تويوتا قبلوا هذاك الاختراع ديالو وسناو معاه عقد باش هو اللي يبقى يختار عليهم هذاك الكباس هذاك، اللي لقى واحد النجاح كبير عند الناس. هو خدام مع شركه تويوتا وكيصنع لها هذا الكباس هذا مع بزاف ديال الشركات وحدين اخرين، حتى جا الوقت قرر باش انه يصنع مصنع ديالو خاص به واللي هو يبيع فيه هذاك الكباس هذا. فعلا قدر يدير مصنع ديالو، بدا كيبيع فيه هذاك الكباس هذاك اللي كان لاقي نجاح كبير عند الناس. فاش بدا بالبناء ديال هذا المصنع هذا، الحكومه اليابانيه رفضوا له الطلب ديال انه يعطيو له الاسمنت باش يبني من مواد عاديه. قدر يبني المصنع ديالو. منين بدا المصنع ديالو وبدا خدام فيه، بدا كيدخل له واحد الارباح اللي كثيره. وهذا الشيء كان في الحرب العالميه الثانيه. في الحرب العالميه الثانيه جات واحد الطائره ديال الحلفاء وقصفت له واحد الجزء كبير من المصنع ديالو، ولا بنى عاوتاني هذاك المصنع ديالو ودار له الترميم ورجعوه كما كان. وللمره الثانيه غادي تجي عاوتاني طياره وغادي تقصف ليه المصنع ديالو وغادي تردمو. فهنايا سويتشيرو هوندا شدوا لا احباط لا والو، ناض عاوتاني وبنى المصنع ديالو من جديد ودار له الترميم وبدا عاوتاني خدام فيه. حتى غادي يجي الزلزال الياباني المدمر عام 1945 اللي غادي يضربها الزلزله وغادي يدمر ليه المصنع ديالو بالكامل. هنايا فين شدوا الاحباط، ركبوا واحد الاحباط اللي بزاف كاع الاحلام ديالو اللي كان كيحلمها ضربات ليه في الزيرو. واليابان في هذا الوقت هذا كيبانوا عليها الاضرار ديال الحرب والاضرار ديال الزلزال الكبير اللي كان ضرب. في هذاك الوقت انقطع البنزين على اليابان، وما بقى حتى شي واحد كيسوق شي طوموبيل او لا قادر يدير شي طوموبيل ويسوقها. وهنايا سويتشيرو هوندا اشنو غادي يدير؟ في هذاك الوقت كانوا الناس كاملين كيمشيو على الدراجات الهوائيه، لانه ما كاينش بنزين وحتى شي واحد ما قادر يشري طوموبيل، لانه اليابان داز هذاك الوقت من واحد الفتره اللي واعره بزاف، الحرب، زنازل، يعني واحد الفتره اللي كانت واعره بزاف.
فسويتشيرو هوندا من بعد هذاك الزنزال كانوا بقاو عنده شي محركات شي ماكينات، المهم بقاو عنده شي معدات اللي يقدر يخدم بهم شي حاجه. كانت عنده واحد الدراجه هوائيه، اشنو فكر يدير لها الدراجه الهوائيه هذه؟ فكر باش يدير لها واحد الماكينه اللي كتخدم بالبخار. دار هذا الاختراع هذا والناس عجبهم هذا الشيء هذا، وقالوا له حتى حنا بغينا الدراجات الهوائيه ديالنا تولي على هذا الشكل هذا اللي خدمت به الدراجه الهوائيه ديالك. هنا فين بداو كيجيبوا ليه الدراجات الهوائيه ديالهم وكيخدم لهم بنفس الطريقه هذيك الماكينه اللي كتمشي بالبخار. السعر ديالها كان $200. جمع عاوتاني واحد المبلغ اللي كبير وفكر باش انه عاوتاني يدير مصنع ديالو، بدا يخدم فيه صيانه السيارات. فهنايا طلب عاوتاني من الحكومه باش انهم يعطيو له الاسمنت ويعطيو له المعدات باش يبدا هذا المصنع هذا. وهنايا عاوتاني الحكومه رفضت له، لانه الحكومه كانوا كيستعدوا يدخلوا في حرب عالميه عاوتاني واحده اخرى. رفضوا باش انه يعطيو له الاسمنت باش يبني، ورفضوا عاوتاني يعطيو له المعدات باش يبدا. ومن بقى كيصنع هذوك الدراجات الهوائيه وكيبيعهم للناس، قدر يجمع واحد المبلغ اللي كبير. وفي عام 1948 قرر باش انه غادي يبني مصنع ديالو وغادي يبدا يصنع فيه الدراجات الناريه. فعلا دار مصنع ديالو وبدا كيصنع فيه الدراجات الناريه وكيبيع فيهم، ودار شركه ديالو وسماها شركه هوندا لتصنيع الدراجات الناريه. وفي عام 1950 صنع اول دراجه ناريه شركه هوندا. وفي عام 1951 ولات شركه هوندا معروفه من بين اكبر الشركات لتصنيع الدراجات الناريه. وفي عام 1954 هوندا حققت 14% من صناعة الدراجات النارية. في نهاية الخمسينات هوندا ولات من أكبر الشركات اللي كتنافس على الدراجات النارية. وعلاش؟ في عام 1951 هوندا ولات من أكبر الشركات الرائدة في العالم، أنه دخلت للسوق الأمريكي وصنعت واحد الدراجة نارية اللي بواحد السعر رخيص بواحد المواصفات اللي عاليه. كبرت الشركه وبدات كتسيطر في العالم وبداو الناس كلشي كيعرفوها. وفي عام 1968 قدر يدفع اكثر من 1,000,000 دراجه ناريه لامريكا. وهنايا سويتشر هوندا ما حبسش نهائيا ورجع عاوتاني كيخمم في الحاجه اللي بدا فيها هو في الاول، اللي هي صناعه السيارات. هنايا في مشى لامريكا وشاف المواصفات اللي كيطلبوها ديال السيارات، وصنع اول سياره ليه بالمواصفات اللي كيطلبوها، وتفوق على بزاف ديال الشركات اللي منهم تويوتا وبزاف منهم ديال الشركات. في عام 1974 عاوتاني البنزين تقطع وكان قليل بزاف والسعر ديالو طلع. هنايا جميع الشركات تجامعوا وقالوا بانه خصنا ما نبقاوش ننتجوا طوموبيلات بزاف لانه البنزين ناقص. هنايا سويتشر هوندا اشنو غادي يدير؟ بالعكس قلب الفكره وبدا كينتج السيارات بزاف. بما انه البنزين غالي هو بدا كينتج السيارات بزاف وكينقص لهم السعر. قال البنزين مرتفع، طبيعي انه السيارات غادي ينزلوا في السعر ديالهم، فخليني ننتج انا السيارات اكثر ونبيع للناس اكثر. في عام 1976 طلعت الشركه سياره اكورد اللي كانت عندها عاوتاني حتى هي واحد الاقبال كبير في امريكا. كانت امريكا اللي ما عندوش سياره اكورد راه ما عنده والو، وكانت هي من افخم السيارات في هذاك الوقت. في عام 1992 مات سويتشيرو هوندا بواحد الازمه قلبيه وخلى موراه شركه هوندا اللي نقذت عائلته من الفقر، وماشي غير عائلته، ونقذت حتى اليابان من واحد الازمه اقتصاديه اللي كبيره. واليوم شركه هوندا فاتحه فروع في جميع الدول العالم تقريبا، وعندها الالاف ديال العمال وكتدخل مليارات الدولارات سنويا. هذا الشيء هذا شنو كيعلمنا؟ الا كنت باغي شي حاجه استمر فيها راك غادي توصل باذن الله، فعليك الا بالممارسه والاستمرار. حتى لهنا غادي يكون سالينا القصه ديالنا على سويتشيرو هوندا. نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.